هنا من منتدى الإعلام العربي ومن قمة الإعلام العربي في دبي في اليوم الثاني. هناك مؤثرين كبار في دولة الإمارات العربية وخصوصا في دبي. هناك صناع محتوى يسعون إلى تحقيق محتوى هادف ومتطور وجيد، وهنا صانع محتوى متميز معروف في دبي وأنت غني عن التعريف. لو سمحت أن تعرف بنفسك عن الجمهور العريض. بدر الشمري، كاتب ومؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي. سعيد جدا بلقائك. يعني مثل هذه التجمعات تخلق فرصه للتعارف بيننا وبين كثير من الاعلاميين في محطات اعلاميه مختلفه في وسائل التواصل الاجتماعي. استاذ بدر، مثلا شو هذه الملتقيات والندوات، شو الخبره اللي ممكن انك تكتسبها من خلال الكونكشن اللي بدك تلاقيها في هذه الندوات، وكمان هذه اول مشاركه لك من خلال دوره كبيره مثل دوره دبي في صناع المحتوى؟ لا بالتاكيد، انا تقريبا كل سنه من انطلاقه قمه الاعلام العربي اكون متواجد حريص على هالشيء، لان نكتسب خبره اشخاص لهم في المجال الاعلامي وقت طويل. فهذه فرصه لنا ان احنا نكتسب من خبرتهم، من افكارهم، من ارائهم، جميل. من توجههم اللي كان هو اساس في نجاحهم. تمام. فمثل هذه الملتقيات تعطينا نوع من الخبره الرائعه والاستفاده الكبيره. بدر، لكل منا قصه نجاح طبعا، ولكل شاب طموح هناك قصه نجاح معينه. قصه نجاح بدر قصه طويله، يعني مبنيه على مثابره وشغل واجتهاد. خبرنا يعني كيف كانت الانطلاقه بالمحتوى، وعرفنا بصوره سريعه عن خصائص المحتوى الذي تنشره على وسائل التواصل الاجتماعي. انا محتواي يعني متنوع واجتماعي، فيه من السفر وفيه من الامور الاسريه وفيه من الامور الاجتماعيه المختلفه. وايضا انا كاتب صاحب روايات وقصص وادرس علم اجتماع ايضا. فمحتواي يمس كل اسره وكل مجتمع بكافه انواعه. جميل. يعني مختلف ومتنوع نوعا ما. حلو. محتواك هو سفر، ولا صناعة المحتوى هي سفرة طويلة ورحلة جميلة إن شاء الله يكون مرساها مرسى الأمل والحب والنجاح الباهر لبدر، هذا صانع المحتوى الناشئ والمشهور. كان معكم كريم فريدة، الإعلامي التونسي من قمة الإعلام العربي بدبي، وكلنا فخر أن نلتقي بصناع محتوى بهذه القيمة وبهذه الخبرة وبهذه الكيفية. كان معكم كريم من منتدى وملتقى الإعلام العربي بدبي، وبدر أيضا معي. تشرفنا.